السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة بقى ان شاء الله جايلكم بفيديو جديد، طريقة تنظيف البوتاجاز من غير بقى لا دعك ولا مسح ولا اي حاجة. في ثانية كده يا دوبك هتدهني الوصفة بتاعتنا ديت وهتمسحي كده بالاسفنجة، هيطلع كل حاجة معاكي بطريقة سهلة وبسيطة. يا رب الفيديو النهاردة ينال اعجابكم. ولو انت لسه جديدة معايا في القناة فضلا وليس امرا تعملي لي اشتراك وتنوريني في قناتي عشان عائلتنا الكبيرة تكبر بيكم. ربنا يخليكم ليا ويديمكم نعمة في حياتي. ويلا بينا نشوف عملنا ايه في البوتاجاز والخلطة بقى السحرية الجبارة اللي هتنسف اي دون عندك في المطبخ. البوتاجاز بتاعك وهيرجع معاكي شمعة منورة زي ما انتم شايفين كده معايا في الفيديو. وما تنسيش بقى تحطي لي اللايك الجميل من ايديك الحلوين دول. هنغسل بقى مع بعض البوتاجاز كده زي ما انتم شايفين، وشايفين طبعا كميه الاتساخ ديت. انا طبعا ما رضيتش ان انا انضفه ولا اي حاجه، سايبه لكم كل حاجه على الطبق اهوت زي ما انتم شايفين اهوت. شايفين شكله عامل ازاي؟ ده برضو الجهه التانية اهيت. هشيل كده الحامل، وعندي منديل كده اهوت. هلم بقى البواقي الطعام ديت الاول. طبعا دي بالخلطه اللي احنا كنا منضفين بيها الحيطه والشفاط. طبعا وصفه جميله جدا جدا، هتنسف معاكي كل دلوقتي بمجرد ما انت هتمشي ايدك كده، لا هندعك ولا اي حاجه. كملي معايا الفيديو كده وانت هتشوفي الطريقه سهله وجميله، وفي ثانيه كده هتكوني مخلصه ايه البوتاجاز بتاعك. طبعا هي ما بتكسرش ولا حاجه على البوتاجاز ولا بتعمل اي حاجه. هلم بس البواقي دي كده عشان نبقى شغالين كده ايه على نظافه كده. دي الخلطه اهي. طبعا كانت بقى عندي حبه كده، فقلت انا قايله بقى ايه اهي شايفين عشان هي بقى جامده كده. قلت بقى وانا ايه ما انا هسيبها بقى كده معايا اهوت. هننضف بقى كده بقى ايه البوتاجاز عشان انا عايزاه كده ايه شمعه منوره كده. طبعا من غير دعك ومن غير اي حاجه. دي كده عندي الحوامل اهيت. هحشها برضو كده علشان همسك كله بقى كده اديله بقى ايه تلميعه مظبوطه كده. طبعا لو انت وصلت معايا بقى لغايه دلوقتي كده في الفيديو ولسه بتشوفي قناتي لاول مره، ما تنسيش بقى تعملي اشتراك وتفعلي زر الجرس وتختاروا الكل عشان كل فيديو توصل لكم، ونبقى عيله كبيره كده مع بعض. ربنا يخليكم ليا ويديمكم نعمه في حياتي يا رب. هتسيبها بس مجرد دقيقتين كده هتلاقيها طالعه معاكي جميله جدا، ومنضفه لك بقى كل الدهون ديت، مش هيبقى عندك بقى اي دهون خالص على البوتاجاز. شايفين بدات تسيح معايا اهيت.
ما انتم شايفين طلع معايا اهوت. وجيت بقى قلت بالمره بقى اغسل الكوش دي برضو، كان عليها كميه اتساخ برضو من الزيوت وكده، لان طبعا انا كنت سايبه بقالي فتره بعد ما جينا ونقلنا وكده، وكان لسه البوتاجاز عاوز غسيل كتير. وزي ما انتم شفتوا معايا الشكل بتاعه كان عامل ازاي. طبعا دلوقتي هتلاقيه شمعة منورة. قلت بقى بالمرة على ما اخلص غسيل هيكون دول بقى كده الخلطة كده، هتكون طلعت بقى الدهون اللي هي فيها كده، وهتبقى جاهزة معايا في ثانية. اكون غسلاها ومنضفاها كده عشان يبقى كل البوتاجاز بتاعي نضيف كده ومفيش عليه اي حاجة. زي ما انتم شايفين اهوت. طبعا انا سايبه الجنب دوت، كل ما بروح واجي كده بعمله مره كده، لان طبعا كل الشغل على العين ديت، لان العين الوسطانيه بايظه، فكل الشغل على العين ديت. فكانت كميه الاتساخ عليها كبيره، فانا مرضتش برضو انني اعملها من غير ما اوريها لكم واوريكم الخلطه بتاعتنا ديت جميله وفعاله جدا. زي ما انتم شايفين اللي هي مكونه من بوتاص وصابون بريل ونشا وكربوناتو وملح ليمون وخل، بس كده. وتقوم ماسكه بقى كل ده مقلباه مع بعضه كده. طبعا شايفين دي لونها عامل ازاي، انا بحط عليها كده من الخلطه اهيت، هتلاقيها دلوقتي شمعة منوره. تمسكي بقى الخلطه ديت، انا كنت لو عايزه بقى تشوفي الخلطه بالظبط وطريقه تحضيرها كنا عاملينها في الفيديو اللي احنا منضفين فيه المطبخ والشفاط، هتلاقيها عليه فيها كل التفاصيل بالظبط وطريقه تحضيرها. طبعا هتخلي معايا البوتاجاز دلوقتي جميل جدا، يعني ولا دعك ولا اي حاجه، كله كده في اقل وقت ومجهود ليكي ولوقتك ولصحتك. طبعا احنا عارفين كلنا ان مثلا لو مفيش خلطه ولا اي حاجه بتطلع الدهون دي، بتقعدي بقى تحكي وميه سخنه وبالمعلقه وبالسكينه. طبعا احنا كلنا مجربين الحاجات دي في الاول لغايه ما بتعرفي بقى السر فين، سر نجاحها كده بقى، وتمشي بعد كده بقى على طول. زي ما انتم شايفين اهوت، يعني شوفوا بقى ماشي السلكه اهيت، دي سلكه ناعمه كده من بتاعه المواعين اهيت، طلعت معايا ده كله في ثانيه. لكن التاني بمجرد ما مشيت ايديا عليه كده قام طال اهوت. هخلص ده بقى دلوقتي كده معاكم واوريكم بقى الشكل النهائي بتاعه. يا رب يكون الفيديو النهارده طلعنا منه لو بمعلومه صغيره تفيدنا وتفيد كل اخواتنا وحبايبنا. ومش عيب اما نتعلم من بعض، يعني احنا كلنا كده اخوات مع بعض ونتعلم من بعض. ربنا يدوم الحب والتواصل بينا يا رب، اللهم امين. دي كده اهوت بعد ما خلصت بقى زي ما انتم شايفين الشكل النهائي بتاعه اهوت. ده الازاز اهو، خليته بقى كده شمعة منورة اهو. زي ما انتم شايفين كده يبقى الفيديو خلص معاكم. ولسه بقى جديد في قناتي فضلا وليس امرا يعمل اشتراك ويفعل زر الجرس ويختار الكل عشان كل فيديو توصل لكم، ونبقى عيله كبيره كده مع بعض. ربنا يخليكم ليا ويديمكم نعمه في حياتي يا رب. اشوفكم في فيديو جديد احلى واحلى، مع السلامه.